بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم خواتاتي، ان شاء الله لا فيديو تعليم تلقاكم بخير وبصحة وبعافية. اليوم جيتكم بهذه الحلوى اللي راكم تشوفوا فيها حلوى راقية، حلوى متميزة. اللي هو راح يكون مخبز بطريقة جديدة، بالديكور اللي راكم تشوفوا فيه، يعني شكلها من اروع ما يكون، وذوقها ثاني ما عندي ما نقول لكم، يعني رائع رائع. تبعوا معايا، راح ندخلوا باش نكتشفوا الوصفة مع بعض. يا راح قلت لكم راح يكون مخبز، لكن راح يكون بلمستي خاصة بطريقة جديدة نوعا ما. وراح نديرو بالكاوكاو، يعني راح يكون اقتصادي. عندي هنا 3 كيلات تاع كاوكاو محمص ومرحي. لازم يكون محمص شويه. آه انا هنا تحمص لي شويه بزياده، نتوما حمصوه لكن يبقى شويه ابيض. ديروه رقيق. ديروا 3 كيلات. والحاجه جديده اللي هي الفلون، حندير فيه كيس تاع فلون فريز. وعندي شويه تاع لي سوريس كونفيت مقطعين. عندي السكر العادي، وعندي حبه بيض، عندي عسيله ورشة تاع ملح. هنايا واش درت، حكمت الكيله اللي كيلت بها هذاك الكاوكاو. درت كيس تاع فلون ذوق فراوله، وكملته بالسكر. يعني بين السكر والفلون راح يكون كاس ناقص 2 سبعتين. يعني كاس ناقص 2 سبعتين بين السكر العادي والفلون. هنايا درته بذوق الفراز المخبز هذا. درت رشه تاع الملح. جاتني الفكره، قلت نديرو، وصراحه جاني من اروع ما يكون. درت 2 كمغارف تاع نواه كوكو. يكون مرحي، يكون يعني رقيق، ومغرفة كبيرة تاع عسيلة كما راكم تشوفوا. هاد المخبز اللي يجي معسل من الداخل، اللي يجي قلبه، يعني ما عندي ما نقول لكم، يجي من اروع المخبز اللي راح يجربوهم. وبما انه بالكاوكاو قلت لكم راح يكون يعني اقتصادي، درته على شكل مسيسات، ودرت له هذاك الديكور اللي كنتو شفتوه. يولم بزاف لمناسباتكم، كما نقولوا الخطبات، العروسات تديه معاها، الاعراس، يعني بزاف بريزونطابل. شكله بزاف شباب، والذوق تاعو ثاني من اروع ما يكون. هنا نخلط كامل هذوك المقادير اللي درتهم، اللي هما العسيله، السكر، الفلون، واد كوكو، رشه تاع الملح. وهنا حكمت حبه تاع البيض باش نلم الخليط تاعي. هنايا انا خذت لي حبه بيض. ولازم تعجنوا مليح الخليط هذا باش السكر هذا يذوب لكم، باش يجيكم المخبز معسل من الداخل. واللي ما كفاهاش يعني البيض، يعني تقدر تزيد تكسر حبه بيض واحده اخرى، تخلطها وتبدا تضيف تدريجيا حتى يتلم لها الخليط هذا. ما لازمش يكون جاري، وما لازمش يكون يابس بزاف. لازم يكون بين وبين. وهنا ضفت حوالي 6 حتى 7 حبات تاع لي سوغيس كونفيت مقطعين رقيق. قلت لكم بما انه هنا المخبز هذا درتو بذوق تاع الفراز، فحبيت نديرلو هذوك لي سوغيز. راح كي ناكلوها راح يصيبوا هذوك القطع تاع لي سوغيز في الوسط، يعني يعطونا شكل وبنه. يعني صدقوني هذه الوصفه ديروها وعينيكم غامضين، يعني بنه من اروع ما يكون. وانا جبت هاد لي مول المدورين. ودوك راح ندير المخبز تاعنا اللي راح يكون على شكل مسايس كما راكم تشوفوا. ندير كميه، وندير هذيك الثقبه في الوسط. وكاينه حاجه جديده في المخبز تاعنا اليوم، ماشي غير في العجينه. هاد الطريقه راهي حصريه، يعني مخبز بالفلون بالكاوكاو. يعني قلت لكم هي فكره، مجرد فكره جاتني، فقلت لكم حبيت نديرها، درتها. وكي عطاتني نتيجه شابه حبيت نشاركها معكم، يعني نتيجه رائعه. ندير كامل بنفس الطريقه. ندير هذيك الثقبه في الوسط. والحاجه الجديده قلت لكم في المخبز تاعنا اليوم انه مش حندير فيه الطليه. وتشوفوني كيفاش راح نديرو. انا ندخلو يطيب على 180 درجه حراره متوسطه، وجوست ينشف برك، يعني 10 دقائق ونحوه. يعني المخبز ما يحتاجش انه يطيب، لانه هنايا غير البيض راح ينشف وخلاص. بعد ما طاب لي مخبز، نحيته ديموليتو، خليته برد تماما. وهنا قلت لكم باش حندير طليه، راح ندير شوكولا بيضاء. صدقوني يعني جا هايل بالشوكولا بيضاء، خير من الطلية. طلية يعني تجي بزاف حلوة، وتجي نكوش خشينة معاه هو حلو. فهاد الطريقة صراحة جاني رائع، صراحة جاني هايل. نكوش خفيفة برك تاع شوكولا بيضاء. يعني ديلكم تفي بالغرض، يعني ما تحتاجوش تدوجوا طلية وكامل. هنايا درت لهم شوكولا وحطيتهم، درتهم ينشفوا، وراح ينشفوا لكم تمتم، ماشي كيما الطليه حتجد لكم ليله كامله ولا من الصباح حتى العشيه. هنا شوكولا 5 دقائق برك راح تكون نشفت. ومن بعد راح ندير لهم الديكور اللي كنتو شفتوه من الاول. ديكور راقي بريزونطابل والم. قلت لكم مناسبتكم كامل سعيده ان شاء الله، هكا كيما الخطبات، كيما الشوفات، كيما الاعراس. انا واش درت، كنت درت كامل حبات، وخليت لكم حبه باش تشوفوني كيفاش راح نكملها نكملها الديكور تاعهم. حكمت هذوك الحبيبات بعد ما نشفون، حيت لهم هذيك الشوكولا زايده من تحت. درت لهم بغيون فضي.
جوزت لهم بريون. وهنا وجدت بريون ذهبي، هي لابود خصت لها شويه زيت. انا حكمت الملمع ابيض، جوزت لهم بالملمع الابيض. شوفوا اون ديغي يبانوا مخدومين بالطليه. وهنا راح نوري لكم الديكور كيفاش خدمته. عندي هذاك المول تاع سيليكون. جبت عجينه سكر عادي، عجينه سكر تتبع واجده، ندير هكا حربوش، ومن بعد نبدا ندور ونضغط، ندور ونضغط، نضغط مليح مليح تنتحصل على هذاك الشكل تاع الموتيف هذاك تاع سيليكون. نحيه يعني راح يتنحى بكل سهوله. ومباشرة فوق الحبة راح نحطه. هنايا انا عندي لاباطا سكر طريه، يعني راح يلصق. واذا خفتوا ما يلصق لكمش ديروا غير فتيتامه، يعني شويه ما بالبانسو راح تلصق لكم لاباطا سكر هكذا. قلت لكم الحبات كنت درت لهم قبل بريون فضي. وهنا عندي هذاك البريون اليمونتير الذهبي راح نجوز عليه على هذيك لاباطا سكر باش تعطينا هذيك اللمعه الشابه. بانسو يكون هكا رقيق نجوز عليهم. وهذوك الورود اللي راكم تشوفوا فيهم يتباعوا واجدين، يعني اللي حبت توجدهم في الدار تقدروا توجدوهم، لكن انا شريتهم هكا واجدين. شوفوا اللون الاحمر بسم الله ما شاء الله، يعني رائع. تقدروا ديروا في البلو في الفار، يعني الخضر كنت خدمت معكم الخضر. هاد الورود خضراء، هاد المره جبتها لكم في اللون الاحمر. شوفوا ما شاء الله، يعني شكل راقي من اروع ما يكون. حلوه اقتصاديه راقيه، الشكل تاعها بزاف شباب، وتاني بنتها عندي ما نقولكم يعني هايله. نكملهم كامل بنفس الطريقه ونتلاقاو ونشوفوا حلوتنا جاهزه في شكلها النهائي. هاي حلوتنا بسم الله ما شاء الله، مخبز الكاوكاو بطريقه جديده، بعجينه جديده بشكل راقي. حبيتكم ان شاء الله نتوما تعطوني ثاني رايكم في هذا المخبز هذا. ودوك اكيد في الاخير لازم نقسم لكم حبه باش تشوفوا القوام تاعها كيفاش يجي من الداخل. يعني صدقوني من كثرت ما شكلها شباب ف غاضتني باش نقسمها، بصح لازم باش تكون مصداقيه. شوفوا بسم الله ما شاء الله كيفاش جاي معسل من الداخل. واش نقول لكم، شهيتكم في الجنه. السر من اسرار هذا تاع المخبز هذا انكم ما تخلوش يطيب بزاف، ينشف برك وتنحوه، تعجنوه مليح باش السكر هذاك يذوب. شوفوا كيفاش معسل، يعني ديروه وعينكم غمضين. حلوه من اروع ما يكون، حلوه جديده تحمروا بها وجوهكم في مناسباتكم السعيده. ودوك لحقنا نهايه الفيديو تاع نهار اليوم. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش ديروا جيم وتبارطاجيو هكا باش تشجعوني باش نقدم لكم دائما الافضل. نخليكم في امان الله والى الملتقى ان شاء الله. سلام.